بدأ كل شيء عندما كان أنطوان صبيا صغيرا يقضي عطلات نهاية الأسبوع مع والديه وشقيقه على الشاطئ، يعاني من ملابس السباحة الصوفية التي أهدته إياها والدته. في تلك اللحظة بدأ الصبي يرى نفسه رجلا، وسرعان ما بدأت هذه الأفكار تتحقق. ليس بعيدا عن المنزل الذي تعيش فيه عائلة أنطوان، كان هناك محل حلاقة يزوره الصبي بانتظام، لأنه كان مغرما بموظفة المحل. كانت المرأة الممتلئة والجذابة تفتح الأزرار العلوية لردائها، مما جذب أنطوان كثيرا لدرجة أنه ذهب حتى عندما لم يكن بحاجة إلى قص شعره، فقط لقضاء بضع دقائق على الكرسي يوما ما. أثناء العشاء سأل الأب أبناءه عما يريدون أن يفعلوه عندما يكبرون. تحدث الابن الأكبر عن طموحاته المهنية، وأعلن أنطوان أنه سيكون زوجا لمصففي شعر. أدى هذا التصريح إلى صفعة من والده، فركض أنطوان إلى غرفته. منذ ذلك الحين أصبح حلم الزواج من مصففة شعر أهم شيء في حياة الصبي، ولا يمكنه التفكير في أي شيء آخر. ومع ذلك يبدو أن هذا الحلم مقدر له أن يتلاش. في إحدى زياراته لصالون الحلاقة وجد الباب مغلقا، وخلفه رأى شقراء كثيفة نائمة. فجأة تزاحم الناس في الصالون، ودفعوا الباب، وألقيت مصففة الشعر في الشارع. لقد شربت المرأة كثيرا وماتت. مرت سنوات عديدة، وأصبح أنطوان رجلا عجوزا أشيب الشعر لم يكن لديه عائلة أبدا. في أحد الأيام رأى بالصدفة أن صالون حلاقة جديدا قد افتتح في المدينة، حيث تعمل شابة لطيفة. دخل أنطوان وطلب قصة شعر، لكن ماتيلدا أبلغته أنها تنتظر زبونا آخر وأنها لن تتمكن من رؤيته إلا في غضون ساعة. اختبأ أنطوان خلف الزاوية، يراقب الصالون الفارغ حيث لا أحد يدخل. بعد انتظار الوقت المتفق عليه عاد الرجل العجوز وجلس على الكرسي، وتذكر على الفور كيف قص شعره عندما كان طفلا. بدأت ماتيلدا العمل، متبادلة بين الحين والآخر جملا قصيرة مع الزبونة ومكملة كل خطوة بدقة. فجأة عاد أنطوان من ذكرياته، وعرض عليها الزواج دون أن يعرف اسمها. توقفت ماتيلدا للحظة واحدة ثم واصلت القص دون كلمة أخرى. بعد القص اعتذر أنطوان لمصففة الشعر عن جرأته وقرر قضاء الليلة تحت نافذة الفتاة التي تسكن فوق الصالون مباشرة. بدا الأمر كأن أنطوان قد عاد إلى طفولته. يذهب الآن إلى صالون الحلاقة كل يوم تماما كما كان يفعل في السابق لقص شعره وتصفيفه. كانت ماتيلدا لطيفة ومهذبة مع الزبونة، لكنهما لم يعودا يتحدثان أثناء القص. في أحد الأيام لم تعد ماتيلدا تطيق الأمر وعادت إلى وعود أنطوان. أخبرته الشابة أنها مستعدة لقبول عرضه إن لم يكن مزاحا. شعر أنطوان في تلك اللحظة أن حلم الطفولة الذي كان يحمله قد تحقق أخيرا، ووجد الزوجان نفسهما على أريكة انتظار، حيث يناديان بعضهما البعض بأسمائهما ويتحدثان عن اهتماماتهما ويضعان خططا لحياتهما معا. عندما أعلن أنطوان لوالديه أنه سيتزوج مصففة شعر أصيب والده بنوبة قلب وتوفي. احتراما للجنازة لم تحضر والدته حفل الزفاف، بل أرسلت له صورة بالأبيض والأسود تجمعه بوالده كهدية. أقيم الحفل في صالون الحلاقة ولم يحضره سوى شقيقه وزوجة أخيه وصديق قديم، فاستمتعوا بهذه المناسبة. كهدية أهداها شقيقه سروال سباحة محبوكا بنقشة بوم بوم مطابقا تماما للذي كان يرتديانه في طفولتهما. خلال الحفل دخل زبون عشوائي إلى الصالون وطلب من ماتيلدا أن تحلق لحيته، لأن الناس يرونه يبدو باهتا جدا بها. في البداية عندما وصل الزبون أرادت ماتيلدا أن تغادر، لكنها في النهاية خدمته بسرور دون أن تتقاضى منه أي أجر. مع ذلك ظل الزبون بعد انتهاء التزيين محبطا وحزينا. شغل أنطوان موسيقاه الهندية المفضلة وطلب من حبيبته أن ترقص معه، وكان ينظر باستمرار إلى ساعته على أمل أن يغادر الزبون ليتمكن أخيرا من الاجتماع. يمكن اعتبار علاقتهما رائعة. بعد شهر عسل قصير على الساحل حيث قضى أنطوان طفولته عاد الزوجان إلى الصالون. واصلت ماتيلدا قص الشعر وقضى أنطوان كل وقت فراغه مع زوجته الجميلة. في أحد الأيام دخل رجل غريب المظهر الصالون وجلس على كرسيه مختبئا. دخلت زوجته بعده، واندلعت بينهما حالة من العواطف الجياشة تخللها تصفيقات ونظرات حرة. استمتع الجميع باللحظة، بمن فيهم الزوج المتضرر. مع اقتراب النهار من نهايته أغلق أنطوان الباب ودفع زوجته إلى الحائط.
حيث وجد الزوجان سعادتهما. في المناسبة عبرت ماتيلدا أول مرة عن خوفها من اليوم الذي سيتوقف فيه زوجها عن حبها أو يفقد انجذابه لها. وصلت امرأة إلى الصالون مع طفل يصرخ ويحتاج إلى قص شعره. لا تستطيع الأم تهدئته، فيجد أنطوان طريقة لتهدئته بتشغيل موسيقى هندية والرقص. في تلك الأثناء تشكو الأم لماتيلدا أن ابنها متبنى وأنها ندمت على قرارها مرارا وتكرارا، وتؤكد أنها لا توصي الزوجين بارتكاب نفس الخطأ. يتماهى أنطوان معها ويسعد لأنه ليس لديهما أطفال أو أصدقاء أو عائلة قريبة، وأنهما يستطيعان قضاء كل وقتهما معا دون أن يفسد شيء جمال زوجتهما. ذكرت ماتيلدا مرارا أنها تخشى أن يفقد زوجها جاذبيته واهتمامه بها، فتطلب منه أن يعانقها أحيانا بشدة حتى لا تستطيع التنفس. ولكن هو لا يفهم من أين تأتي مخاوفها، لأنه لا يكف عن الإعجاب بها والشوق إليها. في يوم استغل أنطوان نوم زبونة كانت تغسل ماتيلدا شعرها، فجلس بجانب زوجته مزيلا كل السطحية ومقدما لها الملذات والمشاعر الإيجابية. خلال 10 سنوات من العيش معا لم يتجادل الزوجان إلا مرة واحدة من أجل سبب تافه. كان أنطوان يدخن سيجارة تلو الأخرى وهو يتذكر كيف جرب هو وشقيقه السيجارة الأولى. لكن في الليل تأتي ماتيلدا فتجده ويتصالحان غير راغبين في إضاعة الوقت في الجدال. وللتصالح رتبا أمرهما، لأنه لا توجد مشروبات في المنزل، فاستخدم المستحضرات والعطور. استمتع حتى أنهما لم يكونا يقدران عند وصول الزبائن الأولين على تنظيف الصالون أو الاستعداد. زار أنطوان وماتيلدا صديقا في دار رعاية المسنين، حيث تحدث رجل أكبر سنا كثيرا من أنطوان عن هشاشة الشيخوخة وكيف تخلى عنه أقاربه. بعد الزيارة عاد الزوجان إلى العمل، ومر اليوم كأي يوم آخر، إلا أن ماتيلدا بدت أكثر غموضا. في ليلة بعد مغادرة آخر الزوار، اندلعت عاصفة وكاد المطر الغزير أن يجعل الرؤية مستحيلة. دون إضاعة الوقت تخلع ماتيلدا ملابسها الإضافية وتطلب من زوجها الاستمتاع. يستمتعان بأمسية أخرى، ولكن في لحظة ما تستيقظ الشابة فجأة وتجري تحت المطر وتصرخ لزوجها أنها بحاجة لشراء شيء للعشاء. بينما تغادر التفتت إلى أنطوان وبدا أنها تودعه. لما وصلت إلى جدار البحر حيث ارتفعت المياه من المطر وتدفقت، قفزت ماتيلدا فوق الجدار. عندما سحب جسدها من الماء وجدت ملاحظة في جيبها تشرح فيها فعلتها. أرادت المغادرة قبل أن ينطفئ حب أنطوان ورغبته فيها، وأرادت أن يتذكرها شابة وجميلة وجذابة. على الرغم من كل شيء لا يبدو أن شيئا قد تغير في حياة أنطوان، فهو يواصل الجلوس في الصالون كل يوم بتعبير هادئ. في يوم ما يزوره زبون يعلم بمصيبته نية لتقديم الدعم، فيقدم أنطوان أولا غسل شعره، ثم يشغل موسيقاه الهندية ويرقصان معا. فجأة يعود الزبون إلى مقعده وعيناه مثبتتان على مجلة. بهذا المشهد ينتهي الفيلم. لا يمكن بناء الحب على الهوى أو انعدام الأمن فقط، بل هو يتطلب توازنا وانفتاحا وثقة متبادلة. التشبث بمثال من الماضي يمنعنا من عياش الحاضر بكله. لم يقم أنطوان روابط أعمق، فلجأ إلى خيال الطفولة وحلمه. الجمال والجاذبية زائلان، لكن المودة الحقيقية تتجاوز المظاهر. خوف ماتيلدا يكشف خطأ رغبتها في أن يعتمد الحب على الرغبة الجسدية فقط. العبرة أن تجعيل الحب كمثال مثلى وتحويله إلى هوى قد يدمر، كما قد يدمر الخوف نفسه. تكتسب الحياة معنى عندما نتعلم أن نحب ما وراء المظاهر، وأن نشارك عالمنا بشيء يتجاوز حلما واحدا. إن فاجأتك هذه القصة فانتظر لترى ما سيحدث في هذه الفيديوهات الأخرى، فالأمور تزداد إثارة.